ازيكم؟ النهارده عايزين نتكلم عن حالة من الحالات انا بعتبرها ملهمة ليا على المستوى الشخصي. هي مريضة تقريبا سنها حوالي 25 او 26 سنة، جات لنا بتشتكي ان هي عاملة ليزك من حوالي 4 او 5 سنين. وكانت امورها ماشية كويس لغاية ما من خلال حوالي سنة كده حست ان نظرها بدأ يضعف بالتدريج، وان العين اليمين عندها تقريبا ما بقتش بتشوف خالص والشمال بتشوف ضعيف خالص. فعلا كشفنا عليها ولقينا ان العين اليمين تقريبا بتشوف خيال الايد بس وفي سحاب على القرنية، وان العين الشمال بقت فيها ناقص تقريبا حوالي 10 درجات. طبعا ده اضعف من النظر اللي كانت فيه قبل العمليه. المهم قعدنا للمريضه وشرحنا لها وفهمناها ان ممكن احيانا بعد عمليه الليزك في بعض الناس بيحصل لهم ما يشبه القرنيه المخروطيه. عشان كده احنا هنا بنقف وقفه وبنقول ان الليزك مش بس ان انا اختار التكنيك واقول يا دكتور انا عايز اعمل بصمه عين، انا عايز اعمل فيمتو او كذا. الاهم انا ينفعني ولا لا. فاهم حاجه في الليزك هو اختيار المريض. المريض ده يناسبه كده ولا نشوف له عمليه ثانيه عشان نحسن نظره. المهم احنا شرحنا للمريض الموضوع وقعدنا مع بعض واتفقنا على بروتوكول معين للعلاج، وقلنا ان احنا هنبتدي بالعين الشمال اللي لسه فيها نظر احسن شويه. هنلحقها نعمل فيها عمليه تثبيت وبعد كده نزرع عدسه اسمها اي سي ال. العدسه دي انا بعتبرها سحر بصراحه في علاج حالات النظر ضعف النظر الشديد اللي مش بينفع معاها تصحيح. وفعلا زرعنا العدسه وفي خلال اسبوع المريضه بعد ما كانت بتشوف 3 متر بقت بتشوف 6 على 12، يعني تقريبا في اكثر من 10 اضعاف تحسن في النظر بتاعها. بعد كده بدانا نشتغل على العين اليمين اللي هي كان النظر فيها يا دوبك خيال ايد بس. اتفقنا مع المريض ان احنا نعمل عمليه زرع قرنيه. الحمد لله جبنا القرنيه وقدرنا ان احنا نعمل زرع جزئي للقرنيه بحيث ان احنا ما نفتحش العين خالص. وده بيخلي المريض تاني يوم او في خلال اسبوع بالكتير يبقى شايف كويس وما يبقاش عنده فرصه الرفض تقل تماما لدرجه يعني لا تساوي 10% مقارنه بترقيع القرنيه الكلي. فعلا الحمد لله عملنا العمليه والمريض في خلال اسبوع او حاجه بقى بيشوف لغايه دلوقتي 6 24. وان شاء الله كمان مع الوقت تقدر تشوف احسن كتير، وزي ما قلنا نسبه الرفض هتقل كده كتير. طب احنا بنشرح الحاله دي ليه؟ اولا عشان نقول ان احنا لما نيجي نعمل عمليه لازم الاول نتناقش مع الدكتور في كل العمليات، كطريقه اجراءها، كاحتمالات المضاعفات، هل انا دي احسن حاجه تناسبني ولا لا، بحيث نبقى ايه نعمل زي ما قلنا بروتوكول للعلاج يتناسب مع المريض. ما ينفعش ان انا اقول انا عايز اعمل عمليه زي قريبتي ما عملتها وخلاص او زي فلان ما عمل. تاني حاجه عشان نقول ان حتى لو حصلت المشكله ان شاء الله دايما في امل وفي فرصه ان انت ترجع تشوف تاني ان شاء الله بقدر الامكان. فهي الحاله دي دلوقتي بعد ما كانت تعتبر عاجزه دلوقتي الحمد لله قادره تقوم بمهامها وقادره تتحرك وتشوف وظائفها وكل حاجه في البيت عندها او في الشغل او في اي حاجه. عشان كده بنقول دايما ما تفقدش الامل.